تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض مهرجان بيتزا. بجد انا مش قادره اقول غير ان هو مهرجان، وكل ده بكيلو دقيق واحد. انا مش عارفه اللي بيشتري البيتزا من بره بجد يعني فايته كتير قوي، توفير ونظافه وطعم. وبصوا حاجه روعه. تعالوا اقول لكم كل التفاصيل النهارده عن البيتزا تطلع معاكي طريه والموتزاريلا بتموت وكل تفاصيلها. يلا بينا نخش على الطريقه. انا هنا هجيب كيلو من الدقيق، هحط عليه رشة ملح ومعلقة يعني معلقتين صغيرين مليانين كده من السكر، وكيس بيكنج باودر وكيس خميرة. البيكنج باودر بقى هنا هتديكي طراوة مش طبيعية. وكوباية لبن دافية، ممكن يبقى اللبن ده ممكن يبقى زبادي او ممكن يبقى لبن بودرة او ممكن تعجني بمية، مفيش اي مشاكل يعني. مش ضروري قوي. لو متوفر عندك تمام، مش متوفر خلاص. هنعجن كده بقى، يعني خدنا كوباية لبن واحدة، وهنكمل بقى ايه باقي العجن بالمية. تمام كده. هنفضل بقى نحط، والمية لازم تبقى دافية. خدوا بالكم اللبن والمية لازم يبقوا دافيين. ولو هتحطي زبادي يبقى خارج من التلاجة ايه من فترة يعني. هنعجن بقى كده العجينة. هنا لازم نخدم العجينة حلوة قوي. يعني ايه نخدمها؟ يعني لازم نقعد نعجن فيها كده مش اقل من 10 دقايق. يعني خدي وقتك كده في العجينة 10 دقايق عشان تطلع معاكي العجينة كده حلوة، وما تبقاش مشققة، وما تبقاش متحساش كده فيها طراوة. هي لازم تتعجن حلوة قوي يعني. ما خدي وقتك مش اقل من 10 دقايق. بص انا عجنتها كده وبقت تحفة معايا، خدت يعني اكتر كمان من 10 دقايق. خلاص. هجيب بقى بولة. انا هنا هقسم العجينة دي على 2. خلاص. هجيب بولة كده واحط فيها حبة زيت. هحط الزيت من فوق العجينة ومن تحتها. خلاص. لازم نحطها كده على زيت عشان ايه تختمر حلو. احنا كده كده ما حطيناش ولا اي يعني ما حطيناش اي مادة دهنية في العجينة، فيعتبر هو ده الزيت اللي في العجينة بس. هحط بقى حبة من فوق كده واقلبها عشان يبقى فيه ايه من فوق ومن تحت. ونغطيها بقى. عندك استريتش راب غطيها، عندك فوطة براحتك بقى. سيبيها ايه حوالي ساعة ونص كده، من ساعة ونص لساعتين. هتخمر معاكي بقى وتبقى بالمنظر ده. عقبال ما تخمر بقى حضري الايه، حضري حاجات البيتزا. يعني قطعي مثلا الفلفل كده يعني. بصوا اهي بعد ساعة ونص كده اختمرت بقى وبقت تحفة معانا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. هناخدها بقى ونحط دي كده على الرخامة، ونفرد بقى حلو ايه بالنشابة كده. في الوقت ده بقى لازم نبقى احنا بنسخن الفرن. يعني لازم تشغلي الفرن على درجة حرارة 220 كده، عشان لازم البيتزا تدخل على الفرن يكون ايه محقق الحرارة قبل كده يعني. هنشغل بقى هنا الفرن ونكون ايه عقبال ما نفرد العجينة. نفردها بقى كده على قد الصينية اللي هنعملها. طبعا هندهن الصينية حلوة قوي عشان لما نيجي نطلع البيتزا تطلع معانا بمنتهى السهولة زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. ندهن بقى ونحط ايه العجينة اللي احنا فردناها مع بعض كده في الصينية. اي توبينج بقى عندك بتحبيه حطيه، يعني المتاح عندك. انا هنا جبت ايه الصلصة. هنعمل صلصة لان هي يعتبر بيتزا زي بتاعة الشارع كده يعني. هجيب بقى معلقتين 3 كده من الصلصة. هحط رشة ملح ورشة فلفل وحبة زيت بس. ما حطيتش اي حاجة غير كده، رشة ملح ورشة فلفل وحبة زيت بس. هنحط بقى ناخد معلقتين كده ولا حاجة. ندهن بقى العجينة حلوة قوي كده بالبيتزا. واي توبينج بقى اتفقنا. انا هنا هحط سوسيس. انتي عندك مثلا سجق، عندك مشروم، عندك لانشون، اي حاجة بتحبيها. عندك فراخ مثلا لحمة معصجة، فراخ شاورما، اي حاجة تحبيها حطيها. بس اهم حاجة تبقى ايه تبقى مستوية. لازم اللي هنحطه عليها تبقى مستوية. وهنا كان عندي فلفل الوان كده حطيته، وفلفل اخضر كمان، وحطيت فلفل سبايسي، وطبعا الزيتون والسوسيس بس. اي توبنج بقى عندك بتحبيه زي ما اتفقنا هنحطه بقى كده. وهندخل بقى احنا هنا مش هنحط الموتزاريلا، احنا هنحط كل المكونات اللي احنا قلنا عليها ما عدا الموتزاريلا. الموتزاريلا هندخلها امتى عشان تطلع معانا بتمط زي ما انت شفتوها كده. يكون البيتزا استوت من تحت. يعني انا هدخل البيتزا على كده. خلاص. وهفتح الفرن من تحت. هسيبها حوالي 10 دقايق كده. هلاقيها استوت معايا من تحت. هروح مطلعاها.
حاطه الموتزاريلا وفاتحه الشوايه. خلاص ما تدخليش الموتزاريلا من الاول كده اهو. بصوا اللي انا بقولكوا عليه، انا هنا دخلتها حوالي 10 دقايق، استوت معايا وجيت اهزها كده، اتهزت معايا خلاص، تبقى هي كده استوت من تحت طالما فكت من الصينيه. هدخل بقى الموتزاريلا كده تاخد وش واطلعها. وهنا بقى هنعمل ميني بيتزا. انا يعني يعتبر ايه، الكيلو عمل معايا صينيتين كبار زي ما انتوا شفتوا. المقاس الكبير ده اكبر مقاس في الصواني. وهعمل بقى ايه ميني بيتزا حوالي كيلو من الميني بيتزا. هفرد بقى العجينة كده حلوة قوي، واي بقى قطاعة طبق اي حاجة تحبيها اعملي بيها ان شاء الله. حتى تكوري كده، تكوري العجين ده كده كور صغيرة وتفرديه بايديكي. خلاص براحتك بقى. انا هنا بجيب بقى صاج الفرن، احط عليه ايه ورق زبدة وادهنه طبعا حلو عشان لما اجي ايه اطلع البيتزا ما تبقاش لازقة. واحط بقى كده عشان اعمل كله كده مرة واحدة، وادخله بقى نفس الطريقة يستوي من تحت، وبعدين ارش عليه الموتزاريلا. وهتطلع معاكم بقى احلى بيتزا طرية وتحفة والجبنة بتمط بجد خطيرة. مش عارفة اللي بيشتري بيتزا من بره بجد فايته كتير قوي. وطعم العجينة بجد رائع يعني. بصوا السوا 10/10. والجبنة بتمط معاكي. ما تنسيش بقى اللي انا قلتلك عليه، الجبنة عايزاها تمط كده ما تدخلهاش من الاول، لازم ندخل العجينة تستوي من تحت وبعدين نرش بقى الموتزاريلا. بس هتطلع معاكم خطيرة وموفرة. بصوا يعني جربوا كده الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. وبس كده حبايبي بقى خلصنا. بصوا عملنا قد ايه بقى انا عايزه اوريكم الكميه. بصوا عملنا قد ايه كده من كيلو بيتزا. بصوا مهرجان من كيلو دقيق قصدي من كيلو دقيق عملنا مهرجان بيتزا. وبس كده حبايبي خلصنا فيديو النهارده، اتمنى تجربوه يعجبكم.